هو بقى ما يمدش ايده وهدف جه في ال90 بقى. هشام نصر ما يسلمش على زيزو، انتصار مبادئ الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حكاوي الملاعب. حكايتنا النهاردة عن نهائي كاس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وهنتكلم كمان عن تجاهل زيزو لنائب رئيس نادي الزمالك والخطة اللي بدأ بيها أحمد عبد الرؤوف، الخطة الكارثية اللي خلت شكل الزمالك بهذا المنظر في نهائي كاس السوبر في الإمارات. ولكن قبل ما ندخل في الحلقة النهاردة، لو ما عملتش لايك اعمل لايك واعمل اشتراك في القناة علشان تشوف كل جديد في كرة القدم، وعاوزين نوصل بالفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات علشان يوصل لأكبر عدد من إخواتنا. ويلا بينا ندخل في الفيديو بسرعة. هبدأ معاكم وبداية الحديث عن تشكيل أحمد عبد الرؤوف اللي بدأ بيه في اللقاء. أحمد عبد الرؤوف بدأ بعواد ومحمد إسماعيل والونش وعمر جابر وأحمد فتوح. في وسط الملعب عمل حاجة غريبة جدا، لعب بشحاتة وجنبيه سيف فاروق جعفر، وقدامهم عبد الله السعيد وناصر وشيكو بنزا ومهاجم وحيد عمرو ناصر. مبدئيا كده تشكيلة غريبة جدا في وسط الملعب تحديدا. انت بتلعب بسيف جعفر كمركز 8 ومركز 10 اللي هو عبد الله السعيد. ركز معايا في اللي بقوله، عبد الله السعيد 40 سنة 40 سنة عبد الله السعيد ما يقدرش على الجهد والجري وانه يحاول يبقى 8 تاني لما الكرة تبقى مش معاك، وفي الضغط وفي استحواذ النادي الاهلي للكرة. كل ده ما يخليش عبد الله السعيد يقدر يعمل الادوار الدفاعية. ممكن يعمل لك ادوار هجومية ولكن مش برضو بالقدر الكافي. فانت كده خليت وسط الملعب بتاعك عريان، استحواذ لمروان عطية وديانج ولأشرف بن شرقي أو زيزو. الثلاثة اللي كانوا في وسط الملعب كانوا مستحوذين بشكل كبير جدا جدا على وسط الملعب. نيجي بقى للقدام، عمرو ناصر بداية غير موفقة تماما من أحمد عبد الرؤوف. المفروض كان يتواجد في الخط الأمامي سيف الدين الجزيري الأكثر خبرة، السريع اللي لعب كتير ماتشات أهلي وزمالك، فما عندوش الخضة بتاعت مباريات القمة، مباريات الأهلي والزمالك. لكن هو بدأ بالتشكيل ده، الأهلي مستحوذ، الأهلي ضاغط لغاية الدقيقة 16. انفراد لعمرو ناصر تصرف فيه بشكل غير جيد، ودي رسالة لعمرو ناصر: انت لعيب مش وحش، انت لعيب كويس، ولكن ينقصك التصرف والفكرة السريعة. انت اتحركت بشكل جيد جدا، محمد شحاتة لعبها لك بوش رجله حلو قوي، اتحركت بشكل ممتاز، دخلت على ال18 انت والشناوي، رحت راجع تاني، انا معرفش ليه رجعت تاني، وكمان شطها بشكل غريب وبشكل عجيب. واول فرصة بتضيع من نادي الزمالك وسط ضغط قوي جدا جدا من النادي الاهلي، احنا بنضيع وهو مستحوذ، ولكن دون خطورة حقيقية على عواد الا في كورتين. لكن الزمالك كان كويس في الهجمات المرتدة، وزي ما بنقول أحمد عبد الرؤوف لعب على قد الإمكانيات، وعد غنماتك يا جحا. تيجي في الدقيقة 34 لتشيكو بنزا، واحدة من الهجمات المرتدة السريعة على نادي الزمالك. هو عنده برجل سريع، عنده مهارات، يقدر يعدي 1 لواحد. عمل كده بالفعل، خد 3 أو 4 لعيبة من النادي الأهلي، وصل لمنطقة الجزاء، عدى وراح وعمل عرضية او شوطه عاوز يلعبها في الضيقه، وصلت في الاخر لضربه مرمى. الكره دي كان ممكن جدا الزمالك يستفاد بيها، لان عبد الله السعيد داخل ال18 ومعاه في الناحيه اللي هناك ناصر ماهر، وجنبيه كان في راس الحربه عمرو ناصر ومحمد شحاته. كان عندك 4 لعيبه يا راجل يا مفتري داخل منطقه الجزاء. حب يلعبها بنفسه ويسجل اول الاهداف. فكر في نفسه، ما فكرش في الفرقه بالكامل، وده طبعا ما ينفعش. انت كده فرقه فيها واحد اناني ممكن يضيع مجهودك بالكامل. دي كانت في الدقيقة 34. هدف النادي الأهلي من خطأ واضح من تمركز محمد إسماعيل، عدت من فوقيه، استلمها بشكل رائع جدا 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 أشرف بن شرقي. وعاوز أقول لكم على حاجة، سددها يعني في عواد، وده الهدف الأول في دقيقة 43 تقريبا. عاوز أقول لكم على حاجة، زمان لما كان أشرف بن شرقي في نادي الزمالك، ولما كان يسجل هدف وكان بلال علام هو اللي بيعلق، لما كان يقول سيدي بن شرقي كان الكل يقول له ده سيدك انت. دلوقتي بقت سيدي بن شرقي.
عليها سكر وعسل، بقت جميله جدا. ودلوقتي انتوا بتقولوا سيدكم بن شرقي وايه. انا مش عارف، انتوا ناس بصراحه غريبه، انتوا اشخاص غريبه، انتوا ناس يعني العنجهيه والتدليس ده في دمكم. لما هو كان بيقول سيدي بن شرقي، ازاي تقول سيدي بن شرقي؟ ده سيدك انت. ولما كان زيزو في الزمالك كنت بتقولوا عليه بالونه. دلوقتي زيزو هو احسن لاعب في العالم. امال ايه؟ ماشي. بعد كده هدف التاني غلطه من عبد الله السعيد في التغطيه. لو كان عبد الله السعيد حط رجله مع مروان عطيه، الكره دي ما كانتش هتدخل هدف. بعد الهدف ده على طول، وطبعا كان بدايته من طاهر بسرعات وعمل عرضيه عدت من الكل راحت لمروان عطيه. لو كان بس عبد الله السعيد حجز عليه او على اقل تقدير حط رجله او ضايقه، ما كانتش هتدخل هدف اساسا. لكن هي كلها دي بتبقى اخطاء، وكره القدم والاهداف بتيجي من اخطاء. نيجي بقى لهدف الزمالك الملغي لسيف الدين الجزيري. عرضيه كانت من عبد الله السعيد بعد الهدف في دقيقه 78 على ما اعتقد. عرضيه من عبد الله السعيد، يطلع الجزيري بدماغه وتلمس ايده وتدخل هدف في مرمى الشناوي اللي طلع غلط تماما، وكان يسأل عن الهدف لو كان هيحتسب يعني. لكن انا عاوز اسأل سؤال للجماعه الاهلاويه واصدقائي برضو الاهلاويه اللي كانوا بيتكلموا على ان الكوره لما بتيجي من الجسم للايد بتبقى ما فيهاش حاجه، زي كرة كوكا اللي انا برضو قلت في فيديو سابق ان انا شايف الكرة دي برضو ما فيهاش حاجه يعني. طب انت دلوقتي حضرتك عايزك تركز معايا، ودي رسالتي لصديقي الاهلاوي يعني. الكرة كانت ملعوبه عاليه، طلع الجزيري بدماغه حاططها، لمست في ايده وهو بينط، يعني هو بينط بيلعب بدماغه، لمست في ايده الكرة ودخلت مرمى الشناوي. اين المعيار؟ اين المسطره؟ فين المسطره الواحده على الكل؟ مش لما الكوره بتلمس جايه من، يعني انا مثلا بلعب بدماغي وراحت لامسه في ايدي، مش انت بتقول بده معيارك انت وتفكيرك انت وبتقول له شوف القانون، ارجع لماده القانون. فين القانون في دي؟ هتقول لي يا سيدي نحسبها لك هدف وتبقى 2-1. انا ما بتكلمش عن كده خالص اساسا. انا ببين لك ان انت بتتكلم على هواك. لما الكوره دي اتحسبت عليك قلت دي ما فيهاش حاجه علشان جايه من رجل كوكا لمست في ايده. طب النهارده الجزيري بيلعب بدماغه ولمست في ايده ودخلت جول، مش المفروض ما تتحسبش؟ مش المفروض تتحسب عادي جدا ما فيهاش اي مشكله؟ لكن يرجع حكم الفار، وحكم الفار ما بيشوفش امبارح الا على الزمالك. انا مش بتكلم ان الاهلي هو اللي كسب بسبب مثلا لقطات الفار او اخطاء تحكيم او اي حاجه، لا، ده نتاج طبيعي لاداره ضعيفه ما عرفتش توفر لعيبه. لكن ده مش موضوعنا مع حضرتك، وكلامي مع حضرتك فقط لا غير على اين المعيار اللي حضرتك بتتكلم بيه. انت بتقول تلمس لما بترد من جسمه وتلمس في ايده ما يبقاش فيها اي مخالفه للمسه يد او اي حاجه. طب ده اللي حصل، الجزيري بيلعب بدماغه لمست في ايده ودخلت جون. المفروض الهدف ده هدف صحيح، وفي ضربه جزاء صحيحه لتشيكو بانزا على محمد هاني. العرضيه بتاعت ناصر ماهر لما داخل جوه ال 18 زقه واضحه تماما بايده اليمنى في صدر او في الحته دي تحديدا لشيكو بانزا، وقعه على الارض والحكم شاهد ما شافش حاجه. لكن انا مش بتكلم في ده كله واقول ان الزمالك ظلم تحكيميا، هو ظلم، لكن الاداره هي اللي ظلمت نفسها من الاول. ان ما يكونش فيها لعيبه تقدر تنافس بيراميدز والاهلي بالاسكواد الكبير اللي موجود في الناديين دول. ده كل كلامي عن المباراة. نخش بقى على زيزو وتجاهله ل نائب رئيس نادي الزمالك اللي هو هشام نصر، الراجل الطويل ده. بص، انا مش هلوم على زيزو في اللقطة دي تحديدا، لان زيزو
او تقدر تقول معبي وشايل من المعامله والطريقه والاسلوب اللي كان بيتعامل بيه هو وابوه لما كانوا مثلا بيتفاوضوا مع نادي الزمالك على التجديد او الكلام اللي زي دوا يعني. فطبعا هتقول لي هو حصل حاجه مع هشام نصر؟ اكيد حصل حاجه مع هشام نصر. وهشام نصر اول واحد كان بيطلع يقول اخبار عن زيزو وعن عقوده وهو عاوز كام ومش عاوز كام والحاجات اللي كان بتتقال دي، حتى لو كانت الاخبار صحيحه من هشام نصر، لكن الكلام كله ان انت عملت حاجه بينك وما بين زيزو، فانت ما تزعلش بقى وتعيط للي جنبيك وتقول له بص ده ما سلمش عليا ازاي، بص ده ما رضيش يمد لي ايده ازاي. طب ما انت اصلا ما مدتلوش ايدك، ما انت كان ممكن تمد له ايدك هو ما يسلمش عليك، يقول لك انا اتكسف ليه. وزيزو برضه فكر بنفس الطريقه، برضه قال لك انا ممكن امد له ايدي هو بقى ما يمدش ايده. وهدف جه في ال90 بقى، هشام نصر ما يسلمش على زيزو، انتصار مبادئ الزمالك، والكلام الفاضي والكلام اللي ملوش اي 30 لازمه ده. فالازمه كلها مفتعله من اداره الزمالك. انا بتكلم بما يرضي الله، انا راجل زملكاوي، واللي يعرفني كويس يعرف ان انا زملكاوي قوي، كمان اكتر من الناس اللي موجوده جوه الاداره بتاعت الزمالك نفسها. لكن انا بكلمك بمنتهى الامانه وبمنتهى يعني بما يرضي الله يعني. وحاجه تاني، زيزو قبل ما يمشي من الزمالك كان بياخد شتيمه من جمهور الزمالك وهتافات مسيئه ليه ولعيلته والدنيا دي كلها، وهو اساسا زيزو متاكد ان الحاجات اللي بتطلع والهجوم اللي عليه ده كله من اداره نادي الزمالك، اللي هم مين؟ الاعضاء، وفيهم طبعا هشام نصر وحسين لبيبو. فده اكيد. وانت فين يا حسين يا لبيب من الليله دي كلها؟ انت مختفي ليه؟ انا ما شايفكش خالص ليه؟ مش سامع صوتك ليه؟ انت مش سامعني ليه يا لبيبو؟ انت فين؟ كلمة اخيرة ووجهة نظري في فريق نادي الزمالك الحالي. بص، الزمالك جاب اعتقد 10 صفقات ان لم تخن الذاكرة يعني، او 11 صفقة يا سيدي. افضل الصفقات خوان بزيرة، محمد اسماعيل، احمد ربيع من البنك الاهلي. وممكن يا سيدي احط معاك انا عاجبني تشيكو بانزا على فكرة يعني، بس ينقصه حتة من التركيز وانهاء الهجمة، لان هو عنده مهارات وسرعات، الاربعة دول. وبصراحة الباقي كله على صفيحة الزبالة، تحطهم كده في كيس اسود وترميهم وانت طالع من بيتك. ده المجمل كله بتاع فرقة نادي الزمالك. عندك عدي الدباغ، جبتك يا عبد المعين تعني، انا جايبك ان انت تخلص لي هجمات. يا ريتك يا اخي كنت رديت على 1907 وريحتنا. يا ريت كان الموبايل علق في وقتها ولا كنت اشوفك في نادي الزمالك. عمرو ناصر، احمد شريف، معالي، مش عارف مين ومين، وادم كايد، كل اللعيبه دي يعني دول بصراحه يتلموا كده في كيس وعلى صفيحه الزباله عدل. صفقات فاركو ما تخليكش تنافس على اي بطوله. انا اسف في الكلمه مع احترامي لكل اللعيبه، والله انا مش بسيء لاي حد، انا بتكلم كوره. صفقات فاركو اللي هو احمد شريف وعمرو ناصر، انا ما شفتش اي حاجه خالص من الاتنين لعيبه دول. ادم الكايد يمشي على سطر ويسيب سطر. طبعا عندك عدي الدباغ، لا حول له ولا قوه. فبصراحه 4 لعيبه هم اللي يكونوا موجودين من الصفقات اللي جات كلها. هتقول لي ضائقه ماليه، مفيش فلوس، هيجيبوا ازاي؟ معرفش. ما تطلعوش تتكلموا وتوعدوا الجماهير بحاجة انتم مش هتقدروا تعملوها. انا ما اقدرش اقول اكتر من كده. جون ادوارد، تتصرف بسرعة يا اما تمشي وتاخد كل الادارة معاك. ده كلام
واضح وصريح لأي حد فاكر نفسه إن الزمالك ده عزبة أبوه. الزمالك ده كبير وهيفضل كبير غصب عن أي حد، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص خلى الزمالك بالشكل الهزيل اللي قدام الناس كلها ده. مدرب لسه جاي ما كملش اسبوع ياخد بطولة على حسابك، والناس طالعه بيه السما بقى ويقول لك نفس دخلت مارسيل كولر ومش عارف ايه والدنيا دي. ده اللي كان عندي النهارده. مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك، وان شاء الله الايام اللي جايه تكون افضل لنادي الزمالك. يلا لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه علشان نوصل لاكبر عدد من اللايكات واكبر عدد من المشتركين. عاوزين نوصل ل1000 مشترك، وعاوزين نوصل في الفيديو ده تحديدا ل1000 لايك، واعمل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد في كرة القدم المحلية والعالمية. اخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.